طيب أستاذ إبراهيم، كان لديك تصريح عن الجامعة العربية. أنت قلت في ندائك للقادة العرب عن الجامعة العربية: إما أن تحيوها أو تدفنوها. أيهما الأقل كلفة برأيك والأقرب للواقع؟ انهم يحنطوها يعني طبقا للثقافه المصريه القديمه، يعني فلا اعتقد ان تحنيط جامعه الدول العربيه اسهل من دفنها واسهل من احيائها. ولكن في المحصله الموتى لا يعودون، لكن الموتى الافراد البني ادمين يعني، انما المؤسسات الميته يمكن ان تعود ويمكن ان يبث فيها الحياه مره اخرى. لكن هل هناك اراده احياء لتلك المؤسسات؟ اشك يعني شكا كبيرا للغايه يعني. انما يمكن طبعا احيائها بتغيير مواثيقها، ادائها، دورها، لوائحها، قيادتها يعني والعناصر الصلبه اللي فيها. لكن في المحصله العمل العربي الجماعي الرسمي نفسه عليه مآزق شديدة وعلامات استفهام كثيرة تتجاوز حتى جامعة الدول العربية إلى مجلس التعاون الخليجي، إلى المؤتمر الإسلامي، إلى غيرها من المؤسسات اللي أستطيع أن أقول إنها لم تكن أبدا على يعني دقة وحرج اللحظة، وإنها تجاوزها بكثير جدا الواقع، وأنها لم تعد تلعب دورا تستطيع أن تقول أنه دور مؤثر جامع صانع ل يعني أفق سياسي. حتى احنا كعرب يا أستاذة فضيلة للأسف لا نستطيع أن نوزع بيننا الأدوار، يعني احنا نتنازع الأدوار مش نوزع الأدوار. يعني يمكن أن نلعب أدوار الصقور والحمائم، يمكن أن نلعب أدوار المتشدد والإصلاحي بطبيعة، نفس الأدوار دي يمكن توزيعها بيننا، لكننا نتنازع الأدوار بينما المفروض ان احنا يعني نوزع الادوار. فحتى ده احنا مش قادرين عليه. يعني هذا الواقع العربي الرسمي مفزع جدا في المشهد الاخير، انك تشوف هذه الحالة من يعني الصمت احيانا، التخبط احيانا. لكن يبقى في ظني وفي ملاحظتي ومتابعتي ان كل الدول العربية بلا استثناء كانت بتنتصر لدول الخليج ولا شك، على عكس أزمة سابقة يعني ربما الأجيال الجديدة لا تعرفها جيدا أو لم تعيشها أو لم تدرسها للأسف، لأننا لا ندرس تاريخنا جيدا. في أزمات مثلا زي غزو العراق للكويت وغزو صدام للكويت، كانت الدول نفسها منشقة حول يعني الأدوار والمواقف واتخاذ القرارات. العراق للكويت والمواقف التي اتخذها العرب والعربان والعاربة والمستعربة والمتأسلمون والناصريون والقوميون والوحدويون، ما كنا في هذه اللحظة على هذا الوضع الذي نرى فيه قطاعات من المجتمع العربي من تيارات اليسار والإسلام السياسي تنتصر لعدو للعرب كإيران، يضرب دولا عربية وهم يقررون التعاني والتغافل والتغافي عن هذه الهجمة والهمجية. نعم أستاذ إبراهيم، دعنا نفكك هذه السردية. هذا العقل العربي المتأثر بالسردية، سردية الإسلام السياسي، سردية القوميين واليساريين، لماذا دائما على المواطن العربي مثلا يجب عليها الاختيار إما مع إيران أو مع إسرائيل؟ هل هو أصلا لازم يختار يعني بين إيران وإسرائيل في الأساس؟ ما هو ده يعني الابتزاز الرخيص يعني، ودي الثنائية التي يريد أن يضعها الذهن الإسلامي والقومي يعني اختبارا وامتحانا للذي يرى أن إيران عدو وإسرائيل عدو. مرة أخرى أقول أن إيران أكثر عدوانا وعداء ويعني وخطرا. ليه بقول ده؟ بقول لأنه إيران من نفس الجوار، من نفس الدين، ايضا نفس المذهب، لان هناك مذاهب، هناك شيعة عرب كثر. فاحنا بنتكلم على خطورتهم مش بس في انه اسرائيل عدو تاريخي وكيان قادم من الخارج ليحتل ارضا عربيه، نحن بنتكلم على ايران جاره والمفروض انها صديقه والمفروض انها نفس الدين وعضو معانا في المؤتمر الاسلامي. فلما هي تصبح عدوا وخطرا جاثما داهما على العالم العربي، لا يمكن لهؤلاء أن يطرحوا هذه الثنائية أبدا، ولا يعتبروا أنه إما أن تكون مع إيران أو مع إسرائيل. لتذهب إيران الملالي، لا أقول إيران الدولة ولا الشعب، لتذهب إيران الملالي وليذهب إسرائيل نتنياهو إلى الجحيم. هذا أمر لا يعنيني في شيء.
انا يعني هما الاثنين خطر وعدوان على العالم العربي وعلى الواقع العربي، ولست مطالبا بالاختيار الموت بالسم او الموت بالخنجر، كلاهما موت، فكلاهما خطر. وبأدعي أنا لنفسي وأزعم لغيري أن إيران أكثر خطرا، لأنه إيران تمتلك أذرع باسمها وباسم الدين وباسم المذهب داخل الأوطان العربية والبلاد العربية. ولعل ما يجري الآن في لبنان صورة حية كاملة لخطورة أفدح وأخطر ما ردها إيران، التي تمزق وتشتت وتقسم وتشق البلاد العربية والبلدان العربية من داخلها ومن نفسها. ليس هناك لإسرائيل حزب موجود في أي من الأوطان العربية ولا البلاد العربية. ليس لإسرائيل كتائب في حشد في العراق، وليس لها حزب في لبنان، وليس لها جماعة في اليمن، وليس لها نظام كان في سوريا. صحيح، ولكن يعني وصف الجامعة العربية بأنها محنطة ليس مبالغة، بل تشخيص دقيق لحالة كيان فقد وظيفته وبقي شكله مؤسسة تتحرك بلا أثر وتصدر بيانات بلا وزن، وتنعقد قممها وكأنها طقوس بروتوكولية لإدارة الفراغ لا لصناعة القرار. الفكرة الأصلية التي ولدت من أجلها تنسيق المصالح العربية وصياغة موقف جماعي قادر على التأثير تآكلت تحت وطأة السيادة الضيقة والخوف من المبادرة، وتحولت إلى مساحة لتسجيل الخلافات بدل حلها. لا أحد يريد دفنها، لأن الدفن اعتراف بالفشل، ولا أحد يملك إرادة إحيائها، لأن الإحياء يتطلب تنازلات حقيقية وإعادة تعريف للسلطة والقرار. فكان الخيار الأسهل إبقاؤها في حالة تحنيط دائم، لا حية فتحاسب ولا ميتة فتستبدل. المشكلة ليست في المبنى ولا في الاسم، بل في العقل الذي يديره. العقل العربي الرسمي لم يفشل لأن الموارد ناقصة، بل لأن قواعد اللعبة مختلة. بدل أن توزع الأدوار بين دول تملك أدوات مختلفة، اقتصاد، دبلوماسية، أمن، إعلام، يحدث العكس. تنازع على نفس الدور، ومزايدة على نفس الخطاب، وسباق على نفس الشعارات. يفترض أن يكون هناك صقر يتشدد حين يلزم، وحمامة تفاوض حين يلزم، ودولة تقود الملف الاقتصادي وأخرى تدير القنوات الخلفية. لكن الجميع يريد أن يكون كل شيء في وقت واحد، فيضيع كل شيء. النتيجة ليست فقط غياب التنسيق، بل إنتاج فوضى خطابية تربك الداخل والخارج معا، وتفقد أي موقف عربي مصداقيته. في هذا الفراغ تزدهر السرديات السهلة التي تبسط العالم إلى ثنائيات زائفة، إما معنا أو ضدنا، إما إيران أو إسرائيل. هذه ليست قراءة للواقع، بل ابتزاز للعقل، طريقة لإجبار الجمهور على اختيار موت مفضل بدل التفكير في كيفية تفادي الموت أصلا. الواقع أعقد من ذلك بكثير. إسرائيل كيان احتلالي تاريخي معروف العداء، وإيران مشروع نفوذ إقليمي يتقدم بأدوات غير تقليدية داخل المجال العربي. تحويل المشهد إلى اختبار ولاء بين هذين الطرفين يعفي النخب من مسؤولية بناء خيار عربي مستقل، ويحول السياسة إلى معركة شعارات لا إلى إدارة مصالح. القول بأن كلاهما خطر ليس ترفا لغويا، بل نقطة بداية لفهم واقعي يرفض المقايضة بين تهديدين. أما الجدل حول أيهما أخطر فيكشف عن زاوية النظر. الخطر الذي يأتي من الخارج واضح